اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا طريقة جميلة لعمل حمص الشام زي المحلات وعربيات حمص الشام. اول حاجة عندنا ربع كيلو حمص، هننقعه في مية لمدة يوم كامل، وممكن نغير على المية دي مرتين في اليوم. وبعدين عندنا حلة على النار، هنحط فيها المية بتاعتنا والحمص ونسيبهم يغليوا حوالي نص ساعة، وكل ما يطلع ريم على الوش نبتدي نشيله. وبعدين ممكن نحط صلصة للي يحب، وممكن نحط بابريكا، كل واحد وعلى حسب رغبته. وممكن ما نحطش بابريكا خالص، كل واحد برضو وعلى حسب ما يحب. عندنا كمون وشطة وملح برضو على حسب الطعم والرغبة بتاع كل واحد فينا. ونقلبهم كويس وهسيبه يغلي حوالي 5 دقايق، وبعدين نطفي عليه بس وندوقه. لو احتاج ملح تاني او توابل تاني نزود له. وده في النهاية شكله بيتقدم مع عصرة ليمون في الاخر عشان ما يمررش، لو حطيناه في الاول هيمرر. واتمنى حضراتكم تجربوه، وانتظروا المزيد على مطبخ السعادة. بتمنى الفيديو كان عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة امام حضراتكم. وانتظروا المزيد من الاكلات الجميلة على مطبخ السعادة.